الحمد لله رب العالمين. نستأنف الكلام على الصيام وصيام رمضان خاصة. يأتي الكلام بعد ذلك على مكروهات الصيام. من مكروهات الصيام القبلة لمن خشي منها الوقوع في المحرم. ما هو المحرم؟ المحرم هو نزول المني، المحرم هو الإفطار. فالقبلة تثير الشهوة عند الناس في العادة، بعض الناس قد لا تثيرهم ذلك. المباشرة والمداعبة والقبلة ومثل ذلك إذا أثارت الشهوة فهي مكروهة. لماذا؟ لأنها قد تؤدي إلى الوقوع في المحروم، فكأن هذا يؤدي إلى في المحرم فهذا يؤدي إلى المحرم. فهناك بشر أو مكلفون أو أناس لا تؤثر فيهم هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة وهو صائم، وتقول إنه عليه الصلاة والسلام كان يملك إربة. فمن منكم يملك إربة؟ غالب الناس، عادة الناس أنهم لا يملكون أنفسهم، قد يؤدي هذه الأشياء إلى ما وراءها مما يخشى عليه من إفساد الصيام، ولذلك هذه الأشياء مكروهة. وتزيد الكراهة بأن تقترب الأمور من المحذور وهو نزول المني. وصلنا في المكروهات إلى مكروه عند بعض الفقهاء وهم الشافعية، جمهور الشافعية أيضا وليس حتى كل الشافعية، يقولون إن استعمال السواك أو آلة غسل الأسنان معجون والفرشة بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت صلاة الظهر، مكروه. لماذا يا شافعية؟ قالوا لأن الحديث يقول: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فمن مزايا رمضان ومن نفحاته أن الله تعالى يعوض الصابرين عن المباحات بترك الصيام والشراب الذي يغير الجوف ويجعل رائحة الفم كريهة، يعوضهم عن ذلك لأنهم محسنون. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أن يحسن تعالى إليهم يوم القيامة بأن يجعل رائحة أفواههم مميزة بين الخلائق في الموقف، فتكون أطيب عنده سبحانه وتعالى من ريح المسك. فقالوا الشافعية إن السواك أو ما يغسل الإنسان به أسنانه وينظف به فمه يذهب هذه الرائحة المحبوبة عند الرب. لماذا؟ لأن إذا تسحر الإنسان تنتهي عملية الهضم في عدة ساعات عند بداية الزوال تقريبا. وقتها يخلو الجوف، البطن يخلو من الطعام، وتبدأ الرائحة الكريهة في الظهور. فإذهابك أيها المكلف لهذه الرائحة يذهب بما يحبه الله سبحانه وتعالى. هكذا اجتهد الشافعية، ولكن الجمهور على غير ذلك، لأنهم أخذوا بعموم كونه صلى الله عليه وسلم يستاك على كل حال. ورد في الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستاك على كل حال. وقال العلماء ردا على ذلك الاستدلال من الشافعية أن المقصود الرائحة تكون عند الله في الموقف وليس في الدنيا، فلا بأس بإذهابها، وهذا فقط مدح للصائمين، وليس معناه أن يتعمد الصائم أن يظهر رائحة فمه. يأتي الكلام أيضا في مكروهات الصيام على اللغو، تضييع الوقت الثمين فيما لا طائل وراءه ولا فائدة للصائم فيه. فهذه الأوقات الثمينة إن لم تستثمرها في تنمية الحسنات فلا أقل من أن لا تقع في السيئات. ولذلك ورد في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
فأنت قد تركت المباح من أكل وشرب وشهوة ثم تقع في الحرام من كذب وقول زور وشهادة زور وغيبة ونميمة وإيقاع بين الناس وإلى غير ذلك مما يكون حراما بلا خلاف مما يصدر من اللسان أو الجوارح. هذا كله وإن كان لا يفسد الصيام إلا أنه حرام ولا يطلب في الصيام.